السلام عليكم البنات، كي راكم دايرين؟ مرحبا بكم معايا من جديد في روتينات بين البيت والعمل. اليوم عندنا وصفه لوبيا كريني، لوبيا الحمراء. قليت اللحمه مليح، راكم تشوفوا فيه اللحم يكون لحم الخروف من الاحسن يعني باش تجي بنينه. قليته في البصل بعد ما درت له مغرف تاع دهان فقط لانه اللحم شويه فيه شحم. قليت البصل مليح مليح، زدت زوج فصوص تاع توم مربي وخليته يتقلى تاني، ومن بعدها زدت لهم طماطم كبيره مربيه ولا مطحونه، يعني انت حره تربيها ولا تطحنيها. من بعد زدت هذيك اللوبيا الجريني اللي كانت عندي وخليتها في المكونات، ومن بعدها زدت التوابل تاعي كما راكم تشاهدوا في الصوره: الفلفل الاسود، زعفران، سكنجبير، الملح. يعني هادو هما التوابل اللي نستعملهم انا. بغيتي تزيدي تابل اخر تستعمليه انتي حره. هاد الاضافات زدتها انا راكم عارفين صحاب الدار دي فوا يكون عندك البص يبغوا ياكلوا بطاطا، يبغوا زدته البطاطا وبلحت عليها لا كوكوط بعد ما ضفت لها الماء هنايا ضفته بارد عادي. شوفوا الماء هنا يغطي لك اللحم باش ما تقعديش تزيدي من بعد حتى تسماط لك هذيك المرقه اللي تكوني ديري فيه. وبلحت عليه هذه طنجرة الضغط. هذه هي اللوبيا تاعي كريني. شوفوا كي جات خاطره، يعني المرقه تاعها جات عاقده بهذيك البصل اللي درته وهذاك الطماطم. هذو كي ترابيهم ولا تطحنيهم المرق يجيك خاطر، يعني يجيك عاقد. هذه هي. نتمنى تجربوا الوصفه وتنال اعجابكم، ودمتم في رعايه الله وحفظه. مع السلامه.